مساكم الله بالخير وحياكم الله في ديوانية الياقوت الأنصاري من 360 اف ام. فقرتكم اليومية فقرة البحصة. اليوم طبعا احنا كل يوم غير، لكن اليوم غير حيل. اليوم معانا اخونا العزيز محمد المجادي، الباحث في التراث الكويتي وصاحب متحف. مساك الله بالخير اخوي محمد. مساك الله بالخيرات، حياك الله، يا اهلا وسهلا اخوي، يعني احنا ندور اهل التراث حقيقة، وندور اللي عندهم تراث واللي يسولفون بالتراث. فانا اشوف معاك وايد شغلات ان شاء الله راح نعرضها كلها ان شاء الله وتسولف لنا عنها. بس اخوي انا احس ان انت يعني رايح حق الاواني والشغلات هذه في متحفك، صحيح؟ طبعا احنا بالخدمة اولا. حبيت انوه لشغلة، انا عضو وتشرفت اني انضم لهالفريق في فريق اكسبو 965 المعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين. نعم. مؤسس الفريق والمنسق العام الاخ محمد كمال، نمسي عليه بالخير ابو مالك. نعم. احنا فريقنا طبعا يضم اكثر من 175 شخص مختلفين، من هوايات، من حرفيين، اصحاب متاحف، باحثين في التراث. طبعا كلهم عيال الكويت يبون يرفعون اسم الكويت من خلال المحافظة على التراث ونشره خليجيا وعربيا وعالميا. نعم. طبعا أنا دشيت في هالمجال من صغري. أنت شفت عندي الحين الأواني، أنا عندي متحف الأواني يعني. أي نعم، متحف شامل. ذكرتني بشغلات قديمة كانت ببيتنا أول. أنا ترى أستانس لما يجيني أحد يشوف الشغلة يقول الله، يرجع بالذكريات لورا. هذه كافية علينا. هالطويسات وهالقواطي. أخوي محمد أنا بسألك سؤال. نعم. الحين قبل كله يقولوا لنا صفر صفر، وقبل احنا واحنا يهال نجيب ندور الصفر عشان نوديه سوق نبيعه، عدل ولا لا؟ كلنا كنا نسوي شيء. وكانت في بيوتنا قبل في كيفان يعني قيطان بالسطح كله من الصفر، وكانوا يحرصون عليه. حتى الناس اللي كانوا يشترون قبل اخواننا يجون يشترون ويقولون صفر. شنو هذا الصفر؟ شوف، الصفر هو كلمة عربية فصيحة. نعم. الصفر معناته النحاس الجيد، أفخر أنواع النحاس. نعم. هذه كلمة عربية. إيه، عربية فصحى وابحث عنها. نعم. اللي هي تصنع من الأواني. ليش أفخر أنواع النحاس تصنع من الأواني؟ لأن تدري يتعرض لحرارة وأجواء ورطوبة وأنواع مختلفة من الأطعمة والبهارات، فيختارون أجود الأنواع في صناعة الأواني ودلال القهوة. أيوة. دلال القهوة تتميز أكثر من الجذور والصفريات القطيفية، وهذا إلى الآن يمكن. لأن هي تمثل الكرم عند بعض القبائل وعند بعض الدول، فيختارون نوع اسمه البيتل. هذا البيتل هو أفخر أنواع الصفر، خلينا نقول، أو النحاس إذا صح التعبير. هذا اللي بنسولف عنه. نعم. بس أبي أعرف أخوي محمد، متى دخلت هذه الأواني الصفر الكويت؟ هي شوف، في الأربعينات دخلت الأواني هذه الكويت والخليج بشكل عام. طبعا كانت تستخدم للطباخ الأساسي، يعني مثلا الهريس، الحلوى، للعزايم الكبيرة. طبعا كانت موجودة في البيوت الكبيرة اللي هي بيوت الحمايل والعوائل وبيوت الناس المقتدرة، لأنه مكلف. يعني القطعة هذه، نعم، النحاس هذا مكلف وصناعته أيضا مكلفة. وكانوا من يبونه يا أخوي محمد؟ طبعا هو كان يستورد كمادة خام، كصفر، كنحاس صفايح من الولايات المتحدة ومن الهند. كان يجلب عن طريق البواخر، طبعا ما كان في طيران ذاك الوقت، فيجلب بالبواخر. كان أول يعني، وما زال إلى الآن يعني الطباخ في الهند كله بالصفر. هو شوف معينهم هذه اللي طبعا، وفي اكثر من الدول، حتى في دول عربيه ما زالوا يعني عندهم الصناعات هذه، حتى يسمونه النحاس. طبعا انا الحين جايك في الفرق بين النحاس والصفار. طبعا مهنه النحاس اللي ياخذ الصفايح ويصنع منها الاواني، سواء كانت جذور او ملاليس او طشوت او دلال، ايا كان الصناعه على حسب الحاجه والطلب في السوق. الصفار طلعت بناء على مهنه النحاس. بتقول لي ليش؟ النحاس يحتاج صيانة. يعني يتعرض لأكسدة، يتعرض لعوامل جوية خارجية، تلقاه يخوضر ساعات، ممكن انه ينشق، ينجرح، ينطعج. مهنة الصفار مستحدثة على مهنة النحاس. يعني غلط لما أنا أقول أنا النحاس هو اللي ينظف الأواني ولا يصلحها. لا، النحاس اللي يصنع، الصفار اللي يسوي صيانة حق الأواني النحاسية. طيب الحين احنا اختلفنا. الحين أنا لما أقول لك الصفر
الصفر هي ماده كانت تصنع منها اواني، يعني كانت تصنع منها جدور وما جدور عدل. نعم. بس اكو مهنه اسمها الصفار، اللي هي تقوم بصيانه الصفر ولا صيانه النحاس. مو هو الصفر هو النحاس. ايه النحاس مصطلح، طبعا قلت لك انا الصفر إيه. هو انقى انواع يعني النحاس يطلق عن النحاس بشكل عام، سواء كان جيد ممتاز او رديء. هو في النحاس شوائب. نفسه الصفر. الصفر هو ارقى انواع النحاس، نعم. افضل او اجود انواع النحاس آه. يسمى بالصفر، مم. اللي تستخدم من الاواني المنزليه. نعم. نعم. اللي هو كذي يعني، اللي قبل يقولون ودخل يصفرونه. اي ايه قبل اسمع الكلام هذا. اي مهنه الصفار طبعا معروفه بالكويت يعني من نعم. الاربعينات والخمسينات، ولكن انقرضت في فتره الثمانينات خلينا نقول. ليش؟ لان دخلت علينا الاواني التنك. ايه هذا الالمنيوم. دخل علينا التنك ودخل على الالمنيوم، هذول ما يحتاجون صيانه، صحيح. فاستعاضوا عنهم بدال زين، النحاس. كانت الجذور اول بالكويت، يعني اول اواني بصوره عامه، يعني هل كانت نفسها السماكه واحده وشغلهم واحده، ولا كانت مختلفه يعني في انواع كثيره منهم؟ شوف طبعا الصفريه احنا ما نسميها جدر، نسميها الصفريه. ايوه. الشياب والعيايز الله يحفظهم يعرفون، الحين يسمونها جدر. الصفريه تمتاز بسماكتها، خصوصا اللي تكون عريضه في القاعده وضيقه في الفواه، هذه يسمونها مالت- القطيفيه. هذه مو مالت الهريس انا هاي جايك هذه شكلها. لا عندك واحده. انا جايب طبعا اصغر حجم، لان في احجام ما شاء الله إيه، يقعد, إيه، يقعد صح. فيها الادمي. إيه، هذا هذا الصفريه شوفها- عريضه القاعده شوفها ضيقه الكاميرا. الفوهه، والسماكه تكون دائما يبره. إيه. هذه طبعا تستخدم للحلوى وللهريس، لان المأكولات هذه تحتاج درجه حراره عاليه، إيه. وما تكون تطلع الحراره بشكل سريع لما تكون الفوهه ضيقه. فعشان كذي سووها بسماكه وبالشكل اللي انت تشوفه هذا. وما تحرق الاكل هذا. لا ما تحرق. اي ما تحرق. لا سبحان الله. عشان كذي الهريس مطلوب انه يعني انا اسويه يعني الهريس، فالهريس يبي له قاعده قويه علشان ما تحرقه، لان الهريس ينطبخ وايد لان مدة في لحم، طويلة. في سلاح، احنا نسميه سلاح. ايه في سلاح يقول لك ويحتاج هريسه نار مسلحه هادية. هذه. اي ولازم ينضرب عدل. ايه لازم الحبوب بس كلها. طبخه بالبدايه يبي له يعني، يبي له جدر مثل الحين جذور للحين، لا يبي تقصر حيل على الجوله، بس هذول لا. لان للحين المونيوم الومنيوم. مو نحاس نفس اول. ايه فرق بين الالمنيوم والنحاس يعني وايد فرق. هو فرق طبعا في الجوده، بس قلت لك احنا النحاس كوننا معدن طبيعي مو مصنع، فسبحان الله كل شيء طبيعي يتفاعل مع الجو، لانه ماده يعني ماخوذه من الطبيعه. الالمنيوم والتنك مصنع، فمصنع انه ما يتاكسد او يخترب من العوامل الجويه. طيب الحين الصفار نفسه بحد ذاته، الصفار هذا يعني بس مهنته هذه يصفر ولا لا؟ يعني اتصور ما كان ياخذ وايد مبالغ كبيره. لا هو شوف الصفار طبعا يشيل الطبقه الموجوده على النحاس نفسه، الاكسده هذه. نعم. بليف النخل طبعا، الليف ياخذونه مع المواد الحمضيه ويشيل الطبقه هذه. ممكن ساعات يحتاج خياطه، تصليح، رقعه، يحتاج طرق في مكان معين. المدخول او الكروه اللي كان ياخذها ضعيفه حيل، فشون يقوي مدخوله؟ نعم. يبيع شيء اسمه القراضه. اوه هاي القراضه شنو؟ حتى لما تقرا ظافرك مو يطيح منك الظفر. إيه هذا إيه هذا يسمونه قراضه. باجيه. إيه لما يقصص ويصلح ويعدل اكيد عنده طياح يسمونها الكويتيين قراضه. اي نعم. فالقراضه هذه يجمعها ويرد يبيعها للتاجر، التاجر يصدرها برا ويردون يذوبونها وترجع لنا صفائح خامه اوليه مثل ما كانت. هذا من خلال تصليحها الاواني هذه. اي الطياح القراضه. إيه. فهذه قوم مدخوله. شيء ثاني إيه. في عندنا الحفره اللي اسمها الكور، اللي هي الشغل كله فيها، اللي فيها الحراره وفيها شبه النار اللي يشتغل فيها. يطيح فيها المواد اللي هي النشادر والماي والرماد. فسبحان الله المواد هذه الثلاثه اللي اجتمعت تسوي ماده علاجيه يعالجون فيها الجروح، ماده طبيه. والله قبل يا هو يبيعها ولا تلقى اليهاليون ياخذونها يروحون يبيعونها على الحوايين او على الحريم بالبيوت قبل. بعد يبيع الحواي. اي ويعني يطلع له مدخول منها بالاضافه لمدخوله الاساسي. سبحان الله. ترى يمكن هي ما تعالج، بس والله هي تعالج، سبحان الله يتعالجون فيها ناس على نيتهم. والله العظيم يا اخي ماكو شيء ينقط قبل، كل شيء ماكو شيء ريسايكل. ينقطي، كل شيء يستفيد منه. الحين يعني اخوي محمد، احنا نشوف يعني الحين تقريبا تلاشت سالفه النحاس هذه كلها والصفر هذا.
الحين يعني استبدلوها في اواني اللي هي الالمنيوم. ليش استبدلوها؟ ليش ما تمينا على الصفر؟ احنا ذكرنا من خلال حديثنا ان طبعا اسهل في الصيانه، او ما لها صيانه، تكاد تكون يعني شبه من عدم الصيانه في التنك. التنك انا جايب لكم عينه، هذا التنك اللي هو أيه. الخفيف، التنك ايوه، اللي سميناه تنك، اللي هي تنكه الزيتون وتنكه هذا قوطي حلاو. هذا قطي حلاوه حامض حلو، الله، هم من التراث يعتبر. والله احنا لحقت جبناه على عليه اساس أنا نبين هذا. لكم التنك. وهذا الالمنيوم، هذا الصفر طاس الالمنيوم أيه. اللي الحين يصنعون منه جميع الانيات والجذور. أيه. طبعا هذول ما يحتاجون صيانه. صحيح. فالحين اي شيء مستهلك بالسوق يفضل انه ما يكون له صيانه، وعلى هالاساس انقرضت مهنه الصفر. الحين بعد بس اكو ما زالوا في ناس يسوون دلال ويسوون شيء، يعني مثلا الدله ما زالت موجوده. هذه لها ناسها. إيه؟ وموجودين لحد الان، لان الدله قلت لك رمز الكرم، ما زالت في إيه؟ المجالس والدواوين موجوده، وما زالت تصنع من النحاس البيت الطيب. ايه. نعم. وهذه بعد هم يعني متى يكثر، يعني متى مواسم الدلال؟ يعني اول يعني كان لهم مواسم في صيانه هذا النحاس كله. شوف، مو الدلال بس، المواسم اللي يعني تكثر فيها صيانه الاواني النحاسيه والصفر، خلينا نسميها. طبعا موسم الحج لكثره العزائم، وشهر شعبان لقرب دخول شهر رمضان المبارك. نعم. فالناس يجهزون حق رمضان، يجهزون حق شهر رمضان. عندك ايضا مواسم السفر، لما يجون البدو اهل القبائل. إيه؟ حتى اهل الشام لما يجون في الشاميه سموها الشاميه لان تقعد فيها قوافل من الشام. نعم. منطقه الشاميه هذه والصفات كان يجون القوافل البدويه يجيبون معاهم اوانيهم، لانهم في الباديه مترحلين ما عندهم مهن ثابته. صح. فيعطونها حق الصفار. بعد 3-4 أيام يتواعدون معاه في نفس المكان، يسلمهم الآنية وياخذ كروته. ففي المواسم هذه وحتى مواسم السفر تنشط أيضا، تنشط مهنة الصفار وايد. إيه؟ نعم. ايام الحج وما الحج. اي لها مواسم يعني إيه؟ بالسنة يكثر فيها الشغل. زين، هذا التنك وين يستوردونه؟ اخوي محمد. التنك طبعا من بلجيكا. بلجيكا. من بلجيكا. نعم. اي يعني موطنه هناك، يصنع هناك. طبعا بدايته الان ممكن في اكثر من دوله، بس احنا معلوماتنا انه يستورد من بلجيكا. ايه، هو اللي يصنعون فيه اللي الحين موجود هذا كله الحين التنك موجود. هذا. اي نعم. اي. ايه. ويانا اخونا محمد بجادي، الباحث في التراث وصاحب متحف. اخوي محمد، انا اول نذكر هذول الماعين الملبس، حتى لحاشهم شيء صارت اسود، بقعه سوداء، تذكرهم؟ جايب لك معون انا. وين تصيد كاميرا كاهو؟ ايه، هذا ملبس. اي هذا الملبس. ايه. هذا اللي تقول عنه. ايه، هذا من ينطق راح إيه. اخترب. اي بعد ما يصلح خلاص يصير انتيك. بس خلاص ما بس بعد يعني ما نقطه. لا بس اذا جانا احد نخشه. احنا نجمعهم الحين، هذا ندورهم دوار احنا هذا الحين. لا والله. والله وين تلقاه الحين هذا القديم؟ طبعا في صناعه حديثه، بس القديم لا جو ولا لا لا، اكو معين مناكب شي كبار. صواني. في عندك صواني. عندك انا لهن عندي الام غطا، ام كرسي، عندك وايد اشياء يعني. حتى القواري سووا منهم الملبس. صح. الفنايين سووا ملبس. بس الحين صناعه الحين مو يعني. لا احنا يعني احنا ما قبل ما نشوفها الا بالطوس هذولا، والطوس اكو شيء اللي يحطون فيهم التمر وما التمر، ونشوف بس هذا القنشه العوده او الصينيه العوده. اي. لا الحين قاموا يبدعون فيهم. الحين زين اخوي، هالملاليس وهالقفاش اللي اول ترى حتى في صفر قفاش موجودين. اقول لك احنا هذول ندورهم دوارا نجمعهم. الشيء النحاس يعني تحسه يعيش فتره طويله، ولو كان يحتاج صيانه، بس تحسه لا رونق. حتى الشكل يكون حلو، اللون حلو. يعني لا رونق غير صناعات الحين الالومنيوم والحديد. وهذا النحاس لا رونق خاص فيه. صدق. تدري انا شنو خاطري فيه؟ خاطري بدوه. قبل يجون دويو الدوه واطرافها مثل الطيور. اي نحاس. وين هذه؟ في السداسيه، في المستطيله. لا اكو المربعه والمربعه اطرافها مثل الطيور. اي نحاس. بس لا نظفتها قبل نشتري لها دوه، ننظفها تلق وتلصف، وساعات يك عليها فصوص. ايوه، مع صينيتها. هاي ماكو منهم الحين. طبعا الصناعه الحديثه ما في، بس القده موجودين عندنا يعني. احنا نقتنيهم في المتاحف. عندنا طبعا البيضه اللي هي تصير الستيل، وعندنا النحاس الصفراء. اثنيناتهم موجودين. قبل حتى المنقاش نحاس. اي تذكره؟ والله اشياء حلوه راحت.
ما ليش القديم حلو هذا والله. سبحان الله، يعني تحس على بساطته، تحس له قيمه، تحس قبل بالبيت كل شيء له قيمه. يعني المثل او الحكمه تقول لو علمتم لغنمتم. أيوة. احنا لو ندري ان هذا بيصير له قيمه بعد 40 50 سنه كان ما خلينا اهلنا يقطونه. باكر ما قط حتى سيايرنا ما قطينا. والله قبل عندنا سيايير الحين صارت بغله ثمانها، قبل نشتريها من الوكاله ب 600 الحين صارت ب 2000. الحين تندبل. اي نعم. اي والله. اخوي قبل احنا التناك شنو ادواته؟ شنو اللي محتاجه هو التناك علشان يشتغل بهالشغله هذه؟ شوف التناك مهنته قريبه حيل من الحداد. يعني الادوات وحده اللي هي المطارق، السندان، الشغلات اللي يثني فيها، الكور. طبعا الكور هذه حفره كانت تنحفر بالارض نص متر بعرض 30 على اساس حق الاذابه وحق تجهيز المواد. استغنوا عنها في يعني خلينا نقول في الثمانينات، لا قبل والله، بعد يمكن في الستينات اول السبعينات. استغنوا عنها بالبريمز، موقد النار البريمز. أيوة. هي شركه سويديه هذه. ايه. فالكور طبعا يكون موجود عند الثلاث مهن هذه كلها، الصفار والتناك والحداد، هذا لازم يكون موجود. استغنوا عنها قلنا بالبريمز. فهذه الادوات اللي متشابهه بين الثلاث مهن، كونها تحتاج حراره يعني كانت تسوي صيانه للمعادن المطلوبه. فالتناك مثل ما قلنا الشرايح هذه ياخذها من التاجر المستورده من بلجيكا على حسب حاجه السوق او الزبون شنو يبي يسوي له. اذا كان يبي دوه، يبي تنك، يبي علبه، يبي اي شيء كان على الطلب. نفس الدلال، ترى الدلال كانت تنطلب قبل. اي نعم. يعني مو يسوونها ويخلونها، لا، يجيك الشخص يقول لك ابي دلال مثلا ارتفاع كذا، ابي طقم. الطقم كان عباره عن 3 دلال مقاسات مختلفه. نعم. فكل صاحب ديوان او صاحب يعني محل كان يطلب من النحاس انه يسوي له دلال بشكل معين، ممكن يحط عليهم الختم الخاص، ممكن نقشه معينه تميز ديوانه. فكانت الاشياء على حسب الطلب، ما كان في محلات للعرض. وكان هذا اللي يسمى الكور. ترى الكور بعد تطلق على شيء ثاني اللي هو كور الخيوط. اي لا، بس الكور احنا هذا اللي نعرفه في شغله الصفار والحداد وذيل، الحفره اللي تنحفر حق يشبون فيها النار حق عمليات الاصلاح. قبل اللي وايد ما يعني الشخص اللي مو فاهم السالفه يقولوا له كور مخلبص. كور مخلبص يعني معفوس. اي فكان هذا الكور الحين استبدلوه في البريمز. بالبريمز اللي يعني نشوفه بسوق الصفافير. موقد نار. اي هذا البريمز الحين في منه صناعات حديثه. تالي طلع منه اللوكس، الاسراي اللوكس اللي على غاز. ايوه. في اللي على الغاز نفس الكيروسين. للحين البريمز للحين الشركه موجوده وتصنع، بس انا اكلمك عن البريمز الغاز القديم الاولي. ايوه. اللي كان يستخدم في المهن هذه. صحيح. اي نعم. قبل سوق الصفافير يعني احنا سولفنا من قبل انا واخوي فوزي عن الاسواق اللي كانت داخل سوق المباركيه بالتحديد. فكان هني كان في صفافير، بعدين وين راحوا وشلون تنقلوا سوق الصفافير؟ شوف، سوق الصفافير الاولي كان عند مسجد الصقر اللي الحين يسمى المسجد الكبير. ايوه، هناك كان سوق الصفافير. الرئيسي الاولي. أيوة. اللي في الاربعينات خلينا نقول. تالي انتقل راح سوق الخضره. سوق الخضره نفسه داخل السوق. طبعا هو السوق هذا له تفرعات، سوق الخضره، سوق التمر. ايه لا كانت وايد سوق داخلي له تفرعات طبعا. صحيح. اللي يعرف السوق يعرف تفرعاته. حتى كان في سوق داخل اسمه السوق الابيض. تدري ليش يسموه السوق الابيض؟ لا، لانه كله يبيع خام دشاديش الابيض. فاللاين تلقاه كله ابيض من اول لاخر، يسموه السوق الابيض. وايد الحين موجود ترى على فكره، اللافته موجوده. إيه؟ السوق الابيض وايد سوقه كانت، وسوق الصناديق وسوق تفرعات كثيره. نعم. وايد سوق الجت حشاك تكرم اللي يبيعون الاسهم. الاسهم الحين في تالي صار. ايوه. فكان كل شيء سوق الدلالوه، قهوه اللي طلعت عليها الحين في سوق قهوه الدلالوه. نعم. فتفرعات. فمن ضمنها كان سوق الصفافير. تالي بعدين انتقل الى داخل سوق الغربلي نفسه، سكه الغربلي نفسه. يعني انتقل في مكانين، الخضره تالي الغربلي نفسه. نعم. وحاليا مكان اللي هو مكان الحالي اللي مقابل شارع السور. ايوه. اللي عند حديقه الشهيد هني. هذا المكان نهائي، وطبعا اندثرت. يعني صار الحين كله تنك والومنيوم. اتصور هو انتقل الى شويخ او سوى له سوق بشويخ. الخضره قلت لك الخضره كان بشويخ. لا. بعدين رجع الغربلي. ايوه. اي سوق الخضره انا قلت لك بشويخ كان. لا حتى كان سوق السمك، بعدين صار سوق الصفافير.
هو احنا نسميه سوق الخضره. هو مكتوب عليه سوق الصفافي، اي بس هم ما انتقلوا، لا ظلوا بشارع السور هنا. اي فتره بسيطه. طبعا الحين مكانهم الحالي الموجود اي طبعا اندثرت المهنه، صارت كلها اجنبيه، صناديق راح النحاس، صار صناديق، صار شغل ما حد كل- يشتغل نحاس الحين. لا ما في الا قلت لك الدلال للصيانه بس. بس للصيانه في ناس معروفين يعني تروح لهم يسووا لك صيانه حق الدلال. النحاس في الدول العربيه شغالين، موجودين النحاس في مصر، في الشام في موجودين. الشام اللي يسوون بس هذول بالكويت مالت القهوه كلها صناعتها وصيانتها موجوده. إيه. حتى اللوحات، الزينه، التحف، الصواني كلها ينقشونها نقش، يعني شيء بروفيشنال. إيه. بس بالكويت هنا ما عندنا مهنه النحاس. وما في زال بالكويت. سعره رخيص ولا غالي؟ لا النحاس غالي بالكيلو، بالكيلو ينباع. انا اللي اعرفه اخوي محمد ان اكو دلال وايد غاليه، وايد غاليه. لعده ليش؟ اسباب طبعا. شنو؟ اولا الصانع، منو الصانع؟ ايوه. اذا الصانع قديم ايه ولا صيته بالسوق، ايه واذا لكم طولة العمر اذا توفى، طبعا هذا يكون نادر لان أيوة. خلاص توفى الصانع، حتى لو اولاده موجودين نعم يكون حاط ختمه على الدله. نعم هذا سبب. السبب الثاني ان تكون ممكن الدله هذه مئات السنين متوارثه من اسره معينه، من دوله معينه. طبعا تجينا الدله الحساويه، الدله طبعا في انواع وايد. شنو النوع الزين يعني افضل النوع؟ الحساويه بالالاف الحين بالسوق. اوه اي القديمه، انا اكلمك عن ليش القديمه. لا؟ ما حد قام يصنعها يعني؟ مو ما حد يصنعها، هي معروفه برونقها، باصالتها، بمتانتها. انا اقول لك المتوارثه القديمه نعم معروفه بالسوق. الحين النصرانيه ايضا، النصرانيه سميت النصرانيه لان فوق هذه الدله، ايوه فوق عندك هني كان ينحط علامه تشبه علامه الصليب، ايوه فاطلقوا عليها النصر. هي ما لها علاقه، بس اطلق عليها النصرانيه. وفي البغداديه وفي الشاميه، طبعا انواع كثيره وكل نوع له تفرعاته. بس المتميزه الحساويه في السوق حاليا هي اللي سعرها غالي يعني. اخوي محمد قبل اذكر يعني، حتى انا اتكلم عن الالمنيوم او اللي موجود الحين، الجذور الموجوده الحين في السوق. اول اكو جدر يسمونه الجدر الهندي، اللي هو له سماكه معينه، ثقيل تحسه، يعني هذا يختلف عن الموجود الحين يعني. شوف انا شفت بالسوق الحين موجود اللي تقول عنه هذا، ايه يسوون منه سماكه. طبعا هذا قلت لك مخصص لطهي الهريس والحلوى، لان هذول الطبختين يحتاجون درجه حراره لا عاليه. جدر كبير، انا إيه عندي إيه. واحد بعد. هذا مال عزايم كبير هذا. ايه بس سميك يعني. هذا قلت لك السماكه يحتاجونها عشان الشغله هذه، عشان الطبخه تكون تاخذ حقها، والسماكه تنفعهم في توزيع الحراره داخل الانيه نفسها. بالضبط. يكون قاعده مثل ما قلنا عريضه والفوهه ضيقه. يعني لها تكنيك، يعني انت مو مسوينه هذا عشان شكله حلو والله، لا. يعني لهدف معين مسوين الشكل هذا بالسماكه المعينه. ايه وكان بعد يعني حتى الصواني قبل اذكر، الصواني اللي مثل ما قلنا الصفر هذه اللي كانت اول مشرشفها بالطرف، تذكرها؟ اي هاي عندكم منها؟ موجوده هذه، انا عندي اياها مع المصب مالها. ايه اللي الشايب او العيوزله خلاص اكل يبون له إيه عنده يبون يغسل. له هذا. إيه هذه موجوده عندي النحاس الاحمر ومنقوشه. منقوشه. اي هذه صناعه سوريا اول يقولون. في من العراق، في من سوريا، وفي من مصر. نعم. 3 دول تتميز في الصناعات النحاسيه. ايه اللي تكون يعني استخدام وناحيه جماليه، يحرصون يحطون حضارتهم عليها. شنو كانوا يصنعون يعني بالنحاس غير الاواني المنزليه؟ شنو كانوا يسوون منه؟ التحف. اذكر قبل اخوي محمد كان حتى بيوتنا قبل اول ما استلمناهم كيفان كان البايبات كلها نحاس. حتى الحنفيه نفسها، النل نفسه ايه النل كان هذا نحاس. ايه. هذا انا قلت لك يعني هذه المواد الطبيعيه تعيش فتره طويله ولا احتاجت صيانه. ايه بس الحين بس تخوضر. هذه مشكلتها. إيه؟ بس اذا داخل المبنى لا خلاص ما عليها كلام. إيه انا نعم. اكلمك عن اذا تعرضت حق الجو الخارجي نعم. تتاكسد وكذا. ايه صحيح. بس البايبات النحاس للحين داخل البيوت القديمه شغاله. ايه حتى حق التكييف وما التكييف ممتازه الى الان. الحين يستعملونها في التكييف. انت لو تلاحظ كلها بايبات نحاس. إيه. التكييف الحديث المركزي يا اخي نحاس كلها حلو. بايبات نحاس. اي والله. حلو النحاس. حتى قبل كانوا يصنعون منه حق، تكرم ويكرم السامع، حق الخيول اي ذولا اللي يحطونهم حق يعني ربطات وشغلات شي. كان في وايد نحاس اول عندنا. حتى في الحلي، في زينة النساء، في إيه. في اللوحات المنزلية، في الآنيات، الفازات كلها كانت إيه. من نحاس. يعني قبل قليل ما تلقى صين
احنا على طاري الصين، احنا الحين قلنا نسولف عن الصين هذا اللي جبالك. اي انا اقول لك الصفار إيه. يصلح النحاس، ايه زين عندنا واحد ثاني يصلح الصين، ايه تعرفه؟ مجني. انا بسالك، مجني. تعرفها من قبل ولا غاشها من؟ لا والله عارفه. ايوه المجني طال عمرك، سولفنا عنه اي انيه من الصين إيه. تنكسر تنشلخ الحين يقطونها، قبل لا ماكو شيء ينقط. ايه اولا شارينا بعد وين اللي عنده ذيك الحكايه. فلوس يروح يشتري واحد ثاني، فش يسوي المجني؟ يشرح التنك هذا او ايا كان عنده من معادن، ايه يرد يلمه اذا كان الكسر في البوز او في الايد او ايا كان، إيه. يلمه بالطريقه هذه. وربطه. اي طبعا هذا بالنسبه للغول لانه دائري. الصحن للاسف ما عندي، الصحن اذا انكسر إيه. يخيطونه، يقضونه من الجهتين ويخيطونه خياط. الفنيان هذه طريقه ربطته. تثبيته. شوف ايه شلون سبحان الله هاي الشغله. فماكو شيء ينقط. انا شفت لقطه في الصين، يعني كذي الصين هذا انكسر، فايش سوى فيه؟ يعني هو مثل كوب، فقضه وحط فيه مثل نحاس، لبسه نحاس كله. حتى قاعد يقول هذا المعلم، يقول اكيد يخر، يعني فوق بكسرته يحط له يقذوذ ونحاس، صب ولا كلش. الا ان شوف يا أخي، اذا كان للحين النحاس موجودين هذا. سائل إيه. يدش يعبي الفراغات، إيه نعم. يملاها. ايه وقلت لك انا في اكثر من طريقه، في طريقه الخياطه نعم. يخيطون الماعون، يقضونه من الصوبين ويخيطونه ايه. ويلحمونه طبعا، وكان تمشي اموره ماكو شيء ينقط قبل. بس قبل اخوي محمد كان وايد يستخدمون التنك. التنك قلت لك طلع تالي لانه شافوا النحاس يتاكسد يتفاعل يحتاج صيانه، تعال كل كم شهر وده عند الصفار ياخذ عليك كروه ويبه وده وشيل وحط، فاستعاضوا عنه بالتنك. نعم. التنك طبعا ماده خفيفه وحلوه، يعني استخدموها حق وايد شغلات مثل ما قلنا، يعني احنا قبل حق التمر، ما التمر يعبون فيه كل شيء. ايه فكانت تمشي اموره، وتالي دخل الالمنيوم اللي اثقل شويه. على طاري صاحب المتحف اخوي محمد، هذه الهوايه متى بدت وياك انك تكون صاحب متحف؟ شوف انا من صغري احب الاشياء القديمه، التراث الانتيك. تلقى لما نسافر مع الاهل من وانا بابتدائي يعني، ايه وهم يروحون سوقه ملاهي، انا اروح ادور واحد عنده شغله قديمه، تمثال قديم، دور سوق اليمعه مالهم. اي ازرق لي محل وينه ولا داش هني. يعني كنت احب من صغري. بس تدري كوننا احنا اطفال وطلبه ما عندك الماده اللي تقتني فيها الاشياء، يعني اهلك معقوله نعم، بيهدون صحيح. مصرف البيت ويروحون يشترون لك انتيكات. فظلت معاي بعدين. ظلت معاي من صغري. نعم. ولما صار في راتب والحمد لله بديت اقتني يعني، والحين ما شاء الله عندي متحف في بيتي متخصص متنوع. هذا مكلف اخوي محمد المتحف. طبعا ايه يعني انا دائما افكر فاقول اللي عنده مثل اخونا نواف العصفور، لما يقول أبو لي عبد الله. يقول لي في اغراض، يعني مبلغ اعطاني مبلغ ضخم يعني كبير، مبلغ يجيب بيت، يعني تقدر تشتري فيه بيت. قلت له كل هذا قاطع على المتحف؟ قال لي ايه. شنو الشعور هذا اللي يخليك تسوي كذي متحف سبحان الله يعني، وتقط اموال؟ انا شنو قلت لك ببدايه حديثنا؟ قلت لك لما تشوف هالقطعه وتقول الله، هذا اللي بوصل لها انا. سبحان الله. يعني ما لنا، احنا قاعد نخسر ما قاعد نربح. ايه كل واحد له هوايه، احنا ربحنا بسمه الناس. إيه؟ ان هذا ما ينقرض ما يروح، خل عيالنا يعرفونه، خل احفادنا يعرفونه. فتكلفه تكلفه انت تتكلم يعني صاحب المتحف كبدايه لازم مو اقل من 20-30 الف، هذه كبدايه تاسيس. نعم. يعني القطعه اللي بتقتنيها انت ما لها خط انتاج، خلاص خط انتاجها مصنعها سكر. زين. انت القطعه هذه اللي بتلقاها ممكن ما في منها الا بالعالم كم قطعه، ويمكن تسافر عشانها، ممكن تسافر عشانها، تطلبها من برا تكلفك شحن. فانت الحين في المجال هذا ممكن ان القطعه هذه تكون عندك وعند غيرك، ولكن اللي عندك حالتها احسن من اللي عند غيرك، فتكون هم سعرها اعلى. يعني مو شرط ان القطعه تكون لها سعر، لان الانتيك ما له سعر واحد، صح، على حسب الرغاب والحاله والندره. نعم. وشون من وين تحصلها؟ انت لازم تكون عندك شبكه من المعارف عشان تحصل. زين اخوي محمد، تسافر يعني انت كذا مكان عشان تروح حق شغله سامع عنها؟ قصدك يعني اشوف ولا اقتني؟ يعني مثلا واحد قال لك اكو الشغله الفلانيه في الديره الفلانيه،
تتعند قص تذكره وتروح لا تشنكيها. الحين خلاص وانا قاعد بمكاني اشوف القطعه اللي ابيها، ايه ارسل مبلغ معين يرسل القطعه وخلاص توصل لي عندي. ايه. يعني ليش اتكبد عناء السفر والقطعه ممكن توصل لي عندي؟ انا كذي شاحنها. لا انا اقصد شلون اخوي محمد، يعني انا مثلا لما مثلا رحت تركيا ادش اماكن انتيك اشوف خماجير وايد اشياء يمكن انا ما لها قيمه عندي، بس عندك انت تعرف قيمتها كونك متخصص بهذا الشيء. نعم. فانا ادش اشوف اشياء كذي، يعني هذه الاشياء انت لما تسافر مثلا تروح بلد من البلدان وتدش محل مال انتيك وتشوف يمكن تشوف شيء تقول اوه هذا هني وانا عايزت ادوره وانا ابيه، وهذا يعني يصلح مثلا حق الكويت اني اجيبه وشي. تحصل هذه معك اكيد تحصل هذا، انت قاعد تتكلم عن طريق الصدفه. الصدفه. ايه انا إيه، اقصد الصدفه. طبعا احنا نحرص ان نقتني القطع اللي تكون تداولت في الكويت. نعم. يعني او الخليج بشكل عام كنا ثقافات نفس والتراث الثقافة. متشابه. نعم. قطعة أوروبية، قطعة إنجليزية، هندية تداولت في الكويت نحرص نقتنيها. قطع ما تداولت يعني لما واحد يشوفها عادية عند القطعة ما تداولت أو ما يعرف قيمتها. عشناها وما نعرف قيمتها وآبائنا ما استخدموها ما تهمنا. ففي احنا عندنا أسس وقواعد حق اختيار القطعة اللي نقتنيها ونحطها في المتحف. نعم. وأنا بالنسبة لي عندي قاعدة أن ما أكرر، ما عندي قطعتين مثل في المتحف. ما كل قطعة اكو ناس عندهم تلقى ست كامل من صغير لكبير. سيت شي. كامل يكون يا انه يختلف في المقاس، في اللون، في الشكل، في سنه الاصدار. اما تحط لي 6-7 قطع نفس مثل تيبيكال، انت اخذت مساحه وما فدت المشاهد بشيء. فلازم التنوع مهم في المتاحف. انا شفت واحد ريال شايب صوره يعني عنده متحف قيم جدا بس حاط عفاس على دفاس، يعني هذا فوق وهذا تحت وهو قاعد بين الماعين وماكو ترتيب، ويعني ويدشوا له في اشياء نادره وثمينه، بس هو خلاص يعني يجمع شيء قديم قطه داخل. انا اخوي ابو خالد طريقه العرض عندي اهم من اقتناع القطعه نفسها. يعني إيه. اشتري القطعه واقطها ما اعطتها قيمتها. صح. انت لو تلاحظ في المعارض وفي الاماكن اللي خلينا نقول للبيع والمتاحف، نعم. طريقة العرض أهم من القطعة نفسها. الإضاءة، الدوران، اللف، أنك تميزها بمكان بروحها. إيه. هذا أهم من القطعة نفسها، يبرزها. أما لما تجيب قطعة وتقطها عليها تراب ومكان ظلمة وكذا، أنت ظلمتها وما أعطيتها حقها. اي والله. فشو الفائدة أن أنا أقتنيها وما أحافظ عليها؟ زين اخوي محمد، ابي اسالك اخر سؤال. شنو عندك يعني او كم الحصيله عدد الموجود عندك في المتحف؟ يعني القطع؟ اي القطع. مستحيل أعدهم، لا والله. مستحيل. ليش؟ تعال عندي المتحف واكتب ورقة وقلم. لازم إذا قدرت تشرفني، إذا قدرت تعدهم لك اللي تبي. ما ينعدون؟ في قطع صغيرة يعني أنت تتكلم عن قطع من هالكبر للأبواب والشبابيك الكبيرة. لا فعندك نوصل مئات عيل الألوف إذا مو منطق المليون قطعة. عندك عيل متحف ضخم يعني. الحمد لله فضل من رب الله العالمين. يبارك تشرفونا لك إن شاء الله وتشوفونا واحنا ان بعينكم. شاء الله نقوم بزيارتك ان شاء الله، لازم نتشرف يا حبيبي. اي والله انا احب الاشياء هذه والله، احب اشوفها يعني استانس لما اشوفها. والله قلت لك هدفنا احنا بسمتكم انتم لما تيجي تشوف هالشغله وتضحك الابتسامه هذه كافي علي. انا لما اشوف الناس الكبار يجون يتذكرون الماضي والقطع اللي راحت. يزورونك ناس محمد؟ الحمد لله في طبعا المعارف، فرق يوني، قنوات تصور عندي، الجيران، الاهل. طبعا الاهل القراب حيل. في فتره تجميعي للقطع انت شو تكود، انت شو تجيب، انت شو تدخل علينا، تكسر المياديف. بعد ما صار المتحف وترتب بطريقه معينه قاموا هم اللي ينتقدوني يبون ربعهم يشوفون المتحف يقعدون فيه، ما يقعدون بالديوانيه او الصاله، يقعدون في المتحف. ايش كثر صار لك من تجمع محمد؟ انا والله تقريبا يعني صار لي خلينا نقول 9-10 سنين تقريبا اجمع. اي متحفي تقريبا صار الحين عمره 4 سنوات من تاسس. ما شاء الله. نعم. الله يبارك لك ان شاء الله اجمعين يا رب. ومشكور على هاللقاء طيب والله. تحفز وذكرتنا بهلنا وذكرت بهالماعين اللي جايبهم. تعيش تعبناك ويانا. لا فعلك تعبكم حبيبي. راحه واحنا نبي نخدمكم ونخدم الساده المستمعين. بارك الله فيك. كان معنا اخونا محمد المجادي الباحث في التراث وصاحب متحف، وجزاك الله خير يا اخوي محمد. حياكم الله. يا هلا.